السلام عليكم. عايزة احكي لكم دلوقتي عن دعاء فاروق الجميلة المحترمة. يلا بينا نصلي على النبي وكل من ليه نبي يصلي عليه. دعاء فاروق اللي بتقدم البرامج الدينية المحتشمة المحجبة، اللي كل كلامها بينقط سكر، واللي محبوبة من الجميع سواء الجماهير المشاهدين فرج عليها أو زمايلها. دعاء فاروق الزوجة والأم اللي وقفت جنب جوزها في مرضه وقفة رجال. دعاء فاروق اللي دايما بتعمل الحج والعمرة. الناس جايين يلوموا عليها وينتقدوها. عارفين المثل اللي بيقول ملقوش في الورد عيب قالوا له يحمر الخدين؟ اهي بالظبط وردة وحمرة الخدين. بيقولوا لها راح تصوري نفسك في الحج، حتى الحج بتصوريه. ردت وقالت لهم هو في أجمل من كده حاجة تتصور؟ يعني انتوا بتلوموا عليا عشان انا بوثق الاماكن الجميلة الروحانية دي، بوثق سعادتي وانا في الحج؟ تخيلوا، بيلوموا عليها عشان هي بتوثق وجودها في الحج. عايزة اقول لكم ان من اجمل الاماكن اللي الواحد بيحب يوثقها هي مناسك الحج والعمرة، لان الواحد مش ضامن هيروح تاني ولا لا. من كتر السعادة الغامرة الواحد بيبقى عايز يوثق كل لحظة. كان هما مش عاجبهم، قاعدين يوثقوا الرقص والغنى والخلاعة والعري والأفراح وأعياد الميلاد والرقصات والمغنيين وما إلى ذلك، لكن يوثقوا لحظة روحانية جميلة يبقى كده عيب وما يصحش. دعاء يا حبيبتي، استمري وثقي زي ما انت عايزة. ما تنسوش أنا أختكم همسة، ودي صفحتي. لايك وسبسكرايب عشان القناة تكبر. شكرا ليكم.